السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمرو جودة، مصمم ديكور ومصمم أساس ومتخصص في تصميم الأساس، وده يمكن لخبرتي في مجال تصنيع الأساس. إيه بعد ما عملت مجموعة للفيديوهات اللي هي بتتكلم عن الديناميك كومبوننت، فناس كتير طلبت مني إن أنا أعمل دروس موديلنج للسكتش أب، أو يعني بالأحرى إن هو كورس للسكتش أب. فبعد ما أخدت وقت في التفكير عشان خاطر أعمل الكورس ده، وبعد ما شفت فيديوهات لناس عملت كورس قبل كده، فهحاول إن شاء الله إن أنا أقدم الكورس ده بطريقة مش مجرد بتتكلم عن إمكانيات البرنامج وخصائص البرنامج وإزاي يشتغل بالبرنامج. لا، أنا هحاول إن شاء الله إن أنا أقدمه بطريقة آه، ممكن اللي هي تساعدك في حتى طريقة تفكيرك في شغلك في التصميم. فالبرنامج آه، خلينا نتكلم عنه شوية الأول. آه، البرنامج سكتش أب من أسهل برامج التصميم، وده يمكن اللي خلاني يعني دوست فيه شوية، لأن أنا بشتغل 3 دي ماكس وبشتغل ريفيت، بشتغل أوتوكاد. السكتش اب تقدر تعمل فيه، مش بتكلم عنه كده علشان خاطر انا ب... بقول لك مثلا عشان كدعاية للكورس، لا، انا بتكلم عنه كده لانه ده من خلال شغلي، من خلال تجربتي على البرنامج. وده اللي انت هتعرفه وده اللي انت هتلمسه لما تبدأ تشتغل بالبرنامج. البرنامج سهل وبسيط ومفهوش بالبلدي كده، مفهوش كعبلة. تقدر اي حد يقدر يستخدمه. آه، هي الفكره كلها بس اللي انت تبقى عارف آه، انا هعمل ايه بالبرنامج. يعني البرنامج ده انا هعمل بيه ايه، تعرف. طالما معاك الادوات يبقى هتعرف تعملها ازاي. الحاجه اللي انت عايز تعملها دي هتعملها ازاي. فدي كانت مقدمه بسيطه، ويلا بينا نشوف البرنامج. اول حاجه البرنامج اول ما بنفتحه كده نلاقيه بالشكل ده. آه، البرنامج واجهته سهله وبسيطه. طبعا مش هشرح حاجه في البلجن والكلام ده كله. لا، هو البرنامج انت اول ما بتنزله بتلاقيه كده فاضي كده، وهو فاضي كده انت تقدر تعمل بيه كل حاجه. يعني تقدر تعمل بيه كل حاجه وهو فاضي كده من غير بلجنز. وده مش انا ما بزعمش الكلام ده يعني، بس لا، يعني هو ده فعلا الحقيقي. دي النسخه اللي احنا شغالين عليها دي سكتش اب 26. زيها زي اي نسخه تانية عادي. اللي هنشتغلوا هنا تقدر تشتغلوا على اي سورس موجود عندك. فاول حاجه البرنامج فيه القوائم بتاعته مش كتير زي البرامج التانية، لا بالعكس، دي هي كلها مش يعني كلها حاجات سهله وبسيطه. دي قائمه مثلا، دي قائمه فايل موجود فيها نيو اللي هي بنفتح منها آه، صفحه عشان نشتغل عليها تاني. وهنا نيو فروم تمبلت، يعني هيفتح لك التمبلت اللي هي بتبقى موجودة في أول ما بتيجي تفتح البرنامج. وبين هنا لو أنت عايز تفتح فولدر موجود عندك أو حاجة أنت مسيفها. وهنا سيف. سيف الأولى دي اللي هي بتاعت سيف. لو أنت هتعمل سيف، خليني كده. سيف اللي هي آه، هت... أنت بتشتغل على مشروع وعايز بعد كده تحفظ في نفس المشروع. سيف اس ده لو انت هتحفظ فيه ملف جديد. سيف از تمبلت دوت اللي هو انت بتعدل واجهة البرنامج زي ما انت عايز. يعني انت مثلا بتجيب دور البلجن دي، بتجيبها كده مثلا بتحركها، وبتيجي هنا تقول له مثلا فايل سيف از تمبلت، فده يبقى التمبلت اللي انت هتشتغل بيه بعد كده على طول، وبتعمل له اسم وبيبقى له اسم ليك. امبورت، طبعا لو انا هاجي اشتغل هجيب حاجه من بره البرنامج عايز اعمل لها امبورت.
اكسبورت. طبعا احنا بنمر بس على الحاجات كده سريعا، وبعد كده ان شاء الله كل الحاجات دي هنتعرض لها في الشغل. وسند واكسبورت لو انا هصدر من البرنامج هنعرف ايه الصيغ اللي البرنامج بيصدرها. وبرنت لو انا هعمل هطبع حاجه من الفيس اللي انا شغال عليها. وبعد كده ستارت بري ديزاين، دي خليها دلوقتي برضو. والاديت لوكيشن دي خليها دلوقتي لان مش هتلاقيها موجوده في البرامج التانية. فدي قائمه فايل. قائمه اديت موجود فيها بعض الادوات اللي انا اقدر استخدمها برضو. وقائمه فيو بتتحكم فيها من خلال التول بارز دي. الايد تول بار لو انت عندك بلجن على البرنامج، او عندك مثلا، عندي مثلا لو انا عندي مثلا القائمه دي اللي هي اسمها لارج تول سيت، دي لو انا دوست عليها كده هتختفي، لو دوست عليها كده تاني بترجع. بشوف هنا لو انا عايز هنا حاجه من الموجوده هنا اجيبها. قائمه ايديت مثلا كده اللي هي فوق دي كده اسمها قائمه ايديت، بس انا ما بشغلهاش لان معظم اللي موجود فيها موجود في قائمه هنا. فما بحبش دايما، طول ما دايما الجزء اللي فوق دوت مش حاطط فيه بلجن كتير وادوات كتير، فده بيخليك ان المساحه تبقى واسعه، تقدر مساحه الرؤيه تبقى واسعه. فدي قائمه اللي هي فيو اللي هي قلنا التول بار. هيدن جيومتري وهيدن اوبجكت وسكشن بلانز، كل الكلام ده في مرحله لسه قدامنا عليها شويه. هنا الكاميرا آه، برضو هنتعرض لها دلوقتي انا مش عايز اطول عليكم المقدمه عشان خاطر نبدا نشتغل في البرنامج على طول. اول قائمه هنشتغل عليها اللي هي قائمه، اللي هي القائمه دي اللي هي لارج، اسمها من هنا اهي فيو تول بار، اسمها لارج تول سيت اللي هي دي. زي ما قلنا لو عايز اجيبها بجيبها من هنا لارج تول سيت، لو انت ما لقيتهاش هتلاقيها موجوده هنا كده. نقفل القائمه دي. لارج تول سيت دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها إيه؟ اللي هي تعتبر القائمه دي اول حاجه فيها ال- اللي هم سيلكت، دي سيلكت ولازو سيلكت، الاتنين دول مع بعض كده. لو انا مثلا عامل هنفترض مثلا مالكش دعوه بالادوات اللي انا هشتغل بيها دلوقتي، كلها هناخدها في وقتها. لو انا عامل حاجه زي كده، ده صندوق او بوكس اهو. اللي انا بعمله ده اسمه سيلكت. انا كده بسلكت ده الفيس، بسلكت الفيس او بسلكت مثلا الايدج ده، الحرف ده او الحرف ده. طيب انا دلوقتي مثلا محتاج، انا مش عايز اسلكته انا كده، لازم سلكت اللي هي مثلا آه، دي دي اللي هي مثلا لو انا عايز اعمل كده سلكت اهي، هضغط هنا كده. دي عشان خاطر خلينا في الاولانيه الاول اللي هي سلكت دي. لو انا سلكت كده من اليمين للشمال، سلكت كل ال- البوكس. حتى لو انا جيت مثلا لغايه كده بيسلكت اي حاجه، اي قطع، اي جزء هيدخل جوه المربع هيسلكته كله يعني. فاهم ازاي؟ يعني انا لو سلكت كده الايدج ده كده، انا مسكت منه حته صغيره فهو برضو هيسلكته، يعني هيعمل له سلكت. انما لو انا جيت من اليمين للشمال مش هيسلكت حاجه الا لما اكون واخدها كلها. فهمت ازاي؟ يعني هو دلوقتي سلكت الفيس ده بس اهو. لو انا دلوقتي جيت سلكت كده، انا ما سلكتش حاجه لان لازم اعمل سلكت للجزء كله، يعني لازم اعمل سيلكت للايدج كله عشان يعمل له سيلكت. ودي بتبقى في حاجات وحاجات، يعني انت بيبقى على حسب استخدامك انت لو هتستخدم لو انا عايز هعمل سيلكت ليه كله كده خلاص. لو انا عايز اعمل مثلا الثلاثه دول فهو اخد الثلاثه دول لان هو المربع مر بيهم، هتلاقيه ما اخدش الثلاثه التانيين. تمام. بالنسبه للتانيه لو انا عايز اسلكت الفيس ده بس هعمل كده
هيسلكت الفيس بس بالايدج بتاعته، يعني هيسلكت الفيس بالايدج بتاعته. آه، بالنسبه لل لازو سيلكت دي، لو انا مثلا عندي من الشكل ده، مثلا لو انا عندي من الشكل ده، خليني ايه عملت كده، كده كده مثلا 20 كده، جيت اخدت مثلا إيه عايز إيه كده، في 10 كده، في 10. ولو انا هحتاج ان انا بقى يعني ايه، وانا ما اعتقدش ده الكلام ده، لو انت مثلا مش عامل الكلام ده جروب، يعني لو انت مش عامل ده جروب، هتضطر ان انت مثلا تعمل حاجه زي كده عشان تعمل سيلكت. فاهم قصدي؟ فكل ده آه، بي بالنسبه للاول اتنين اللي هم سيلكت. هنا عندك في البنت باكت دي اللي هي بتاعه الماتيريال، دي برضو مش هنتكلم عنها دلوقتي. وعندنا الارزر اللي هي تمسح بيها، لو انا مثلا عايز امسح لاين ولا حاجه كده، انا مسحت الخط ده. لو عايز امسح الخط ده كده، او لو رسمت حاجه وعايز امسحها، لو جيت هنا كده مثلا عملت حاجه كده وعايز امسحها، ودي بنعوض عنها بديليت. يعني مثلا انا اقدر، هو كده بيمسح كده، انت تقدر تعمل سيلكت عادي كده وتدوس ديليت فهو هيمسح. إيه، بعد كده عندنا اللي هي ميك كومبوننت، اللي هي لما بتسلكت جزء ده وعايزه تعمله كومبوننت، وهنتكلم بعد كده عن الكومبوننت وهنعرف بيعمل ايه. عندنا بعد كده في تاج. تاج دي، بص لما ضغطت عليها ظهرت لي القايمه دي. القايمه دي اسمها ديفولت تري، شيلها دلوقتي. التاج دي بتعمل ايه؟ هنا في التاج، لو انا مثلا سلكت اللاين ده، ومثلا انا بعمل في موديل وجيت سلكت البوكس او الجزء ده كده، باجي هنا في قائمه تاج. اقفل دول دلوقتي خالص عشان ما نتكلمش عنهم. اللي يهمني بس هنا دي، اي حاجه انا بعمل لها سيلكت هنا بتظهر ال- ال- البيانات بتاعتها كلها هنا، من ضمنها التاج. التاج هنا موجود فوق، دي قائمه تاج. مثلا انا دلوقتي عملت البوكس ده، عملت البوكس كده، عملت البوكس كده، ده بوكس اهو. هاجي هنا مثلا اعمل هنا اد في التاج، هنا علامة الزائد دي اضغط عليها واقول مثلا بوكس بالعربي مثلا، بوكس كده. هنا العلامة اللي هي هنا دي آه، بوكس اهو. لو انا جيت هنا بعد كده سلكت البوكس ده ورحت هنا عند انتاجد قلت له ده خليه هنا، خلاص بقى هنا ده تبع التاج بتاعه اللي هو بوكس، يعني ده اسمه بوكس. لو انا جيت هنا في علامة، هنا في التاج ودوست على علامة العين هيختفي. فاهم الفكرة؟ ان انت لما بتعمل مثلا، لما بتيجي تعمل مشروع موجود فيه مثلا مطبخ وانت مسمي كل حاجة، الضلف مسمي الوحدات مسمي كل حاجة وعامل لها تاج بتاعها باسمها، تقدر ان انت تخفي الكلام ده كله. لو انت هتشتغل في جزء معين في المطبخ، تخفي الاجزاء كلها وتشتغل في الجزء اللي فاضل. آه، بعد كده عندنا خلصنا كده الستة الأولانيين دول. هنيجي بعد كده في الستة التانيين اللي هم أول حاجة اللاين، اللي هو برسم بيه الخطوط بتاعتي كده، خطوط عادي. باجي المفروض إن أنا لو عايز أرسم، لو عايز أرسم خط. أنا دلوقتي عملت كليك في أي نقطة معينة،
هنا الخط بيظهر معايا هنا باللون الاخضر، عشان ده كده على محور الواي كده، عايز يقول لك ان هو كده موازي لمحور الواي. وهنا موازي لمحور الاكس. الاحمر ده اللي هو محور الاكس، والواي اللي هو المحور الاخضر. اللي واقف فوق اللي هو الازرق، لو انا طلعت فوق كده هتلاقيه كده ازرق. فهو عايز يقول لك ان انت ده كده خط مستقيم وكده خط مستقيم. طيب انا اظبط الكلام ده ان انا مش هقعد مثلا ان انا اقعد اشوفه، هفضل مستنيه لغايه ما يبقى اخضر. لا، لا، انا معايا الاسهم هنا. لو انا ضغطت على السهم يمين كده هتلاقي الماوس ما بيروحش، مهما اروح في اي مكان هو خلاص يفضل شغال على المحور الاحمر لغايه مثلا ما اوصل للمكان برضو. هشرح لك النقطه، نمسك موضوع اللاين، الاداه اللي نمسكها نتكلم في كل حاجه، انا بحيث بعد كده لما نيجي نشتغل تبقى انت عارف كل حاجه بتعمل ازاي. اللاين ده هنا وانا شغال، بص هنا كده، هتبص هنا بعينك في الحته دي هتلاقي في حاجه بيقول لك ان ده اللينس. الخانه دي يا جماعه مهمه جدا، لازم اي حاجه انت بتكتبها بتظهر في الخانه دي. يعني انت دايما تخلي عينك هنا. فانا دلوقتي ماشي بالقلم هو عمال يعد، بس انا دلوقتي عامل الوحدات بالسنتيمتر. طب انا عايز الخط ده يبقى 50 سنتي بالظبط. فانا بعد ما بمسك اول نقطه واعمل كليك كده وبتحرك وبشوف الاتجاه اللي انا عايزه كده ناحيه اليمين، هكتب 50 سنتي، 50 بس كده، وادوس انتر. هيعمل لي هو خط 50 سنتي. عمل لي خط 50 سنتي. لما اجي، مش هجيب الأداة، مش هوريك يعني، خلينا نشتغل واحدة واحدة كده أحسن. بالنسبة لو أنا عايز أمشي على المحور الأخضر أعمل إيه؟ أدوس على السهم شمال، هيوديني على طول على المحور الأخضر كده، وأقول له مثلا 50 سنتي برضو، انتر كده. هرجع أمشي لو أنا عايز أطلع بيه لفوق، هدوس على السهم لفوق هيمشي معايا على المحور الأزرق، وأدوس برضو 50 سنتي كده. يبقى أنا كده وأدوس مسطرة هيطلع من الأمر. خدت بالك من النقطة دي؟ مش عايز اعيد كده ولا كده الفيديو معاك، يعني مش المفروض ان انا اعيد النقطة، بحيث ان انت تقدر لو النقطة ما فهمتهاش هترجع تعيد من الاول هتلاقيك فاهم. فده كده بالنسبة لللاين. بالنسبة لإيه تاني عندنا مثلا الأداة التانية دي اللي هي اسمها فري هاند. دي يعني إيه، نادرا ما هتلاقي نفسك بتستخدمها، يعني أنا مش عارف برضه هم حاطينها ليه، بس هي بتعمل كده. هل انت خطوطها مش هتبقى مستقيمه وايدك عمرها ما هتبقى مستقيمه؟ وارد ان انت تحب مثلا تعلم على حاجه او تكتب على حاجه ممكن، بس انا ما اعتقدش ان هي هتبقى، يعني انا ما بستخدمهاش كتير عموما. عندي بعد كده اداه الريكتانجل اللي هو المربع. اداه الريكتانجل انا بضغط عليها كده بتفتح معايا الريكتانجل بالشكل ده. برضو نفس الفكره يا جماعه. انا لو عايز اغير اتجاه الريكتانجل، يعني انا دلوقتي الريكتانجل ده معمول على المفروض ان هو على محور الزد، بمعنى ان القاعده بتاعته تحت وهيطلع لفوق. طب لو انا مثلا عايز اعمل القاعده بتاعته يمين وهتفتح شمال، او لو عايز اعملها قدام وهتفتح لورا، برضو نفس القصه بالاسهم. لو انا دوست على سهم يمين هيعمل زي ما هيعمل كده كده اهو. لو انا كليك كده، لو انا قلت له كده اوكي ماشي اهو. فاهم قصدي؟ كنترول زد. يعني انا لو عايز اعمل على محور الزد باي ديفولت هو بيجي كده، بس انت السهم الفوق برضو، السهم الفوق هو اللي ماسك محور الزد. فانا عملته كده خلاص. عايز اغير الاتجاه بتاعه، اخليه على محور الواي، هعمل كده يبقى ده عكس ده. طيب فاضل ايه؟ فاضل اللي هو محور الاكس اهو كده. يبقى بص الثلاث اتجاهات بالثلاث بيعملوا لك ثلاث اتجاهات لل للريكتانجل، او بيمشوا مع المحاور يمين وشمال وفوق، بيمشوك مع المحاور. ده بالنسبة للريكتانجل. في حاجة تانية مهمة بالنسبة للريكتانجل. الريكتانجل هنا لما بتيجي تعمله هو بيمسك نقطة من نقطة وتر لنقطة وتر تاني. طيب خليني اشرح لك برضو علاقة الريكتانجل بالجزء ده، الجزء اللي هو هنا ده اللي هو الدايمنشن ده. انا هاجي دلوقتي اعمل كليك هنا، اول كليك، وبعد كده هفتح الريكتانجل. طب خليني انا عايز اعمل ريكتانجل مثلا، خليني اعمل ريكتانجل آه، 50 في 50. هكتب 50 وهاجي هنا من علامة حرف الواو اللي هي القامة، اللي هي زي القامة كده، هدوس على حرف الواو
واقول له 50 تاني، واقول له انتر، هيعمل لي مربع 50 في 50. تمام. يبقى كده الريكتانجل، وعرفنا لو عايز اعمله بمقاس معين هعمله ازاي. طيب بالنسبه للريكتانجل برضو، آه، هو دلوقتي ماسك من كده الوتر، يعني ايه، انا ماسك من الكورنر للكورنر. طب لو انا عايز اعمل من نص الريكتانجل اعمل ايه؟ ادوس على كنترول كده، هيبقى هو انا مسكت الريكتانجل من النص، ال... وفتحت المربع زي ما انا عايز. وبرضو لو كتبت 50 و 50 انتر، هيعمل لي برضو المربع بنفس الطريقة. بس الفكرة كلها ان المركز اللي انت بترسم منه بقى فين. تمام كده. ده بالنسبة للريكتانجل. هنا عندنا الريكتانجل، روتيتد ريكتانجل ده، برضو فكرته ان انت بتعمل ريكتانجل عادي اهو كده. بس الفكرة ان هو مش هيبقى، يعني انا دلوقتي لو عايز اطلع، شايف انت هو بيعمل ازاي؟ يعني مش هيبقى عادل، يعني مش على محور ثابت. فاهم؟ يعني انا لو عايزه مايل كده اهو كده. لو انا مثلا قلت له، لو انا قلت له عايزه 50 سنتي، هقول 50، وهقول وهدوس على حرف الواو، وبعد كده هدوس على 45 كده، هيديني الميل ده 45 درجة. طيب تاني، بص، لو انا دوست كده اهو، وقلت له عايز 50، وهقول له عايز الميل بتاعه، بدل ما هكتب 50 في 50، لا، الكتابة التانية هتبقى خاصة بالزاوية، هقول له مثلا 90 درجة، انت هيعمله لي عادل. كده وضحت كده الامور. ده بالنسبة للروتيت ريكتانجل. عندي بعد كده السيركل. بالنسبة للسيركل اللي هي الدايرة دي اهي كده، برضو هكتب نص القطر اللي انا عايزه، نص القطر، وادوس انتر، هيعمل لي دايرة نص قطرها 50 سنتي. هنا برضو معلومة بالمرة عشان خاطر انت تبقى عارف الدايرة. بص هنا الدايرة عندك مكسرة، الخطوط بتاعتها مكسرة ازاي. فلو انا دوست عليها كده، سلكت الحرف بتاعها كده، هتلاقي الخطوط مكسرة. بيظهر لي هنا في قائمة ال entity information، بيظهر لي البيانات بتاعتك هنا، وهو بيقول لي ان الراديوس بتاعها 50 سنتي. وهنا بيقول لي السيجمنت 24. طيب خليني انا مثلا لو زودت السيجمنت دي خليتها 50 كده، بص الحروف بدأت تنعم. طيب هخليها 100 كده، تنعم اكتر. كل ما انت تحتاج الدايره، لو انت بتعمل حاجه عايزها تبقى بيرفكت يعني، نعم السيجمنت، خلي كتر السيجمنت عشان تطلع معاك مظبوطه. عندك بعد كده هنا دي دايره، يعني خلاص عايز اعمل دايره فاعمل دايره. لو انا عايز اعمل نص دايره، بروح جاي مثلا جاي هنا كده، وبدلت الجزء ده ديليت اهو، بقيت نص دايره. لو عايز اعمل ربع دايره، في طرق تانية برضو يعني هنشوفها دلوقتي، هنشوفها مع بعض دلوقتي. ده بالنسبة للدايرة. عندي اللي هو الشكل السداسي ده كده، الشكل السداسي. لو أنا عايز أعمل الشكل السداسي من هنا كده، ده شكل سداسي. طيب إيه اللي بيتحكم في مقاس الشكل السداسي؟ الدايرة برضو. الشكل السداسي لو أنت قربت شوية كده، هتلاقي موجود عندك هنا في آه، خطوط، نقط خالص، نقط صغيرة خالص كده. هنا الشكل السداسي خارج الخطوط. طب لو انا عايز الشكل السداسي داخل الدايره، هدوس كنترول، هيخش جوه كده. هنكتفي بالجزء ده كمقدمه للكورس، وان شاء الله نبدا مع بعض الحلقه التانيه من الكورس، ندخل شويه في الموضوع، نتعمق اكتر يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.